مرة ثانية ولك استحي على حالك يا زلمة. شو استحي على حالك. أرجو دكتور على حالك. دكتور استحي على حالك. أرجو أن تحترم. استحي على حالك. استحي على حالك. على حالك. كمل دكتور كمل. حاول كمل. انت هي الفتنة. عيب الفتنة بين العرب والكرد. في حين انك تعرف انه هذا مو صحيح. انتم ابو الفتنة يا دكتور. كلها. هؤلاء 8 ضباط. انا اعتذر عن مواصلة البرنامج. يا سيدي يا سيدي الله معك. انا اعتذر بهذا الشيء. تفضل توكل على الله. تفضل. عن جد انت اسلوبك يعني. لا مش اسلوبي. تفضل يا حبيبي انا مش ببيت ابوك. بدك تمشي. تفضل. انا راح امشي لاني تفضل. ماني شايف هذا محل يليق بالبقاء فيه. وانت مجرد ضوء داعش يحل عنها. تفضل يعطيك العافيه. الله لا يعافيك. تفضل. هؤلاء هم يا دكتور على مشان نشوف السوريين. هؤلاء هم الذين يتبجحون بالديمقراطيه. هؤلاء هم الذين يقولون نحن نموذج لكل سوريا. غير قادر على سماع اسئله، غير قادر على سماع الراي الاخر. هم اكثر من خدم النظام السوري. السوريون بشار الاسد عندما قامت الثوره السوريون قالوا له لن نتحاور معك، وهؤلاء ذهبوا وتحاوروا معه. قال بشار الاسد للشعب الكردي سوف نمنحكم الجنسيه. خرج الشعب الكردي وقال الجنسيه لا تعني الحريه. وهؤلاء اتوا بقوه السلاح وبقوه السلاح الاسدي وقتلوا الشعب السوري وقتلوا الشعب الكردي واصبحوا ادوات له. الامريكان اجوا الى سوريا وقالوا للسوريين تعالوا سوف نجعل منكم عسكر تحت الطلب لمحاربه داعش واطاله عمر بشار الاسد. السوريون رفضوا وهؤلاء ذهبوا معهم. الثوره السوريه دكتور ماذا هل تعلم بعد 5 سنوات من التعب ان تخرج دوما وان تخرج سراقب وتقول نحن باللغه الكرديه واللغه العربيه نحن مع حقوق شعبنا الكردي، وهؤلاء يحاربون هذه الثوره وترد عليها عموده وتقول نحن اخوه في الشعوب. هؤلاء هم ضد كل مكون عربي، هم فاشيون، ضد كل من هو ضد الاسد ومع كل ما هو مع الاسد. حميدي دهام الهادي معروف بارتزاقه. انت تعلم مناع هيثم مناع اهالي درعا تبرؤوا منه، الان اصبح عندهم وطني وجعلوه رئيسهم. يعني وبعدين هو اكثر من نادى باخراج الميليشيات من سوريا، وعندما استثنوه من مؤتمر جنيف ماذا قال؟ قال انا اسيطر على 16% من سوريا. هيثم مناع وهو وصاحبه صالح مسلم. هو اصبح هيثم مناع اصبح خليني اقول له هي الكلمه اذا بتوصل لهيثم مناع، انت اصبحت من رجل تدعي انك تدافع عن حقوق الانسان اصبحت مرتزقا تعمل لدى صالح مسلم، وصالح مسلم يعمل ضد مصلحه الشعب الكردي يا هيثم مناع. والشعب الكردي اضمن لك بانه يلعنك، ولن يكون يوم من الايام في تاريخك الذي كنت تدافع عن القضيه الكرديه وعن القضيه السوريه اصبحت الان مجرد